ليه المصانع تدفع فلوس أكتر بس عشان تقفل طرف أنبوبة حديد؟ طرف الأنبوبة وهو بيسخن بيبدأ يقفل واحدة واحدة، ومع اللف والضغط بتحول شكل نضيف ومقفل بشكل متساوي. بس الموضوع مش بس عشان يمنع التراب يدخل، لأنك لو ركزت شوية هتلاقي إن هما ساعات ما بيقفلوش الطرف الآخر وبيسيبوا فتحة صغيرة مقصودة، والمكنة وهي بتلف بسرعة ثابتة بتفضل تضغط الطرف السخن ده لجوه. لو السرعة زادت زيادة الحديد ممكن يتشرخ، ولو بطيئة قوي الطرف ممكن يهبط ويتكعبل. لازم القفلة تطلع ناعمة، وسمك المعدن لازم يفضل متساوي، لأن الهدف مش إن هم يعملوا أنبوبة مقفولة وخلاص، هم عايزين طرف يستحمل ضغط واهتزاز من غير ما يبقى أول نقطة تضعف. ساعتها الموضوع ما يبقاش مجرد أنبوبة حديد، ده بيبقى جزء شغال فعليا في الماكينة. في الأنظمة الهيدروليك الشكل ده بيساعد إنه يمسك الضغط كويس، وفي المساعدين العربية بيساعد يقفل ويثبت الحجرة من جوه، ومفيش لحمات ومفيش كمان نقطة ضعف واضحة. عشان كده التصنيع المتطور مش معناه إنك تصلح العيب بعد ما يحصل، لكن إنك تقوي أضعف نقطة وأنت أصلا بتصنع القطع. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.